الحاكم اللي احتل مدينة كاملة ب1000 قطة. جنكيز خان الحاكم المغولي اللي أباد أكتر من 40 مليون بني آدم من سكان العالم في القرن ال13 وقت حصاره مدينة فولوهاي اللي كانت محصنة بتحصينات قوية جدا وقتها. فكر وقتها في خدعة ما تجيش على بال أي حد. عرض على حاكم المدينة دي بأنه هيرفع عنهم الحصار في حال حصوله على 1000 قطة وطائر من عندهم. على طول وافق الحاكم على طلب جنكيز خان الغريب، خصوصا إنه شرط ما كانش هيضره في أي حاجة. أول ما الحاكم حضر الطلب وجهزه وبعته له، أمر جنكيز خان جنوده بربط ديول كل القطط والطيور دي بقطن منقوع في زيت وولع فيهم. اول ما مسكت النار في الطيور والقطط دي جريوا وطاروا من الذعر في اتجاه مدينه فولوهاي، المدينه اللي كانت كلها وقتها مبنيه من الخشب. ضربت النار في كل مباني المدينه دفعه واحده، ونجحت خطه جنكيز خان وقتها في خلق حاله الفوضى اللي هو كان مخطط لها. الخطه اللي سهلت له اقتحام حصون كل المدينه واستغلال ارتباك كل دفاعاتها، وكل ده عمله بس بالقطط.